السلام عليكم. كما شفتوا المباراة ما كانتش سهلة علينا، حيث كان لازم علينا 3 نقاط نجيبوها في الملعب تاعنا. الحمد لله ربي وفقنا بالمجهودات تاع اللاعبين والطاقم الفني وكاع الطاقم الاداري، وان شاء الله حنا نزيدوا نزحفوا المراتب الاولى ان شاء الله، ومازالوا لنا سات ما شاء الله نجيبوا لي بون ماكسيموم ان شاء الله. المدرب زاوي كريم، كيفاش كانت 3 نقاط اليوم؟ كانت مباراة صعبة، ولكن الحمد لله اللاعبين كانوا في المستوى وادوا مباراة في المستوى، وكنا قادرين نسجلوا اكثر من 4 اهداف. الحمد لله النتيجة هي 3 نقاط هما الاهم، ان شاء الله راح يخلونا نخرجوا بكل ارتياح. الحمد لله على الفوز. مباراة صعبة من خصم يلعب على السقوط، دخلنا الماتش ديال بي سيتينا في الطاقة الأولى. الحمد لله هذا الفوز يخلينا نكونتينيو الشامبيون ان شاء الله دايرين اولا نهني صديقي الكريم زاوي الفوز. اقول ان قبل المباراه يعني حتى البارحه 3 لاعبين في 48 ساعه، واحد باش يعرس ولا يخطب، واحد مريض وواحد يعني جنازه الله يرحمها جدته، ولكن الا اللاعب يعني زياد اللي كان مريض وما قدرش يجي. زيد على ذلك تبدا المباراه ويخرجوا لك لاعبين تغييرين اضطراريين، يعني اظن ثقل بقدر ما اللاعبين يكونوا يعني في باراده ولا يكونوا عندهم نوايا حسنه، الا انك يعني الاضطرابات حتما ستكون، الغلطات ستكون، النرفزه ستكون. وشفنا يعني الخصم خصم ليس بخصم سهل، خصم اللي خرج من دوره افريقيه يعني بالوجه الحسن، ظهر بامكانيات. اظن ان كما يقول لك بقدر ما خسرنا، ولكن نتيجه مقبوله يعني امام خصم اللي اظن الصوره. الحمد لله عندنا علاقات طيبه، وانا ثاني عندي علاقات بالاخ زرواتي ولا الاخوه المسيرين الحمد لله. مقابله ما كانت مثاليه، كانت يعني بعض الاخر، ولكن عموما هذه هي كره القدم. حينما يعني كما يقول لك لاعبين بيناتهم هذاك الاشياء. اما فريق الصوره الحمد لله يعني سواء العام الاول كي جيت مع شباب القبائل او هذا الموسم الحمد لله فيه تطور، وفيه يعني كما يقول لك فريق اللي يقدر يلعب على البطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحمد لله الفوز هذا توفيق من عند ربي سبحانه. اللاعبين كانوا في المستوى، داروا مباراه جيده، حتى ولو ضيعنا عده اهداف سهله للتهديف كانت النتيجه تكون اتقل من 4 اهداف، لكن اللاعبين مشكورين على الاداء. الشوط الاول كان لا باس به، اللاعبين كانوا في المستوى، دخلنا بقوه في المباراه، صرنا 2 اهداف. الشوط الثاني كيف عطينا عدة نصائح للاعبين، وفينا نفس التركيز نفس الاراده اللي خلاتنا نزيدوا سجلنا هدفين، حتى ولو نقول باللي كان فيها شويه نقائص عندما ضيعنا عده كرات وسمح لنا الخصم باش يسجل علينا. هذا الشيء ان شاء الله راح نعملوا عليه ونتكلموا عليه ونصححوه في المباراه القادمه ان شاء الله. نعم صحيح، راح تتوقف مده شهر. صعيب علينا، صعيب على الفريق ماديا، صعيب على اللاعبين معنويا، صعيب علينا حنا كطاقم فني باش نحققوا اخر البطوله. ما صعيبش بزاف، وخاصه باش نستحفظوا على صحه اللاعبين. راح يمشي شهر مايو وبعدها 11 شهر راح بان اللاعبين راح يصابوا بضربات في العضلات، وهذا الشيء اثر عليهم صحيا. 5 مباريات متبقيه في نهايه البطوله في نفس التوقيت وفي شهر رمضان. صعيب هذا شيء كان البرمجه ماهيش في المستوى. قلت لي البرمجه هذه خاصه برمجه كاس الجزائر اللي تلعب ذهابا وايابا، هذا شيء مشكل كبير اللي ما خموش عليه في بدايه السنه. هذا اظن بلي انه راح يضر كل الفرق الجزائريه، وخاصه اللي تلعب في شهر رمضان راه صعيب عليه.